السلام عليكم. ديسير ديال البعويد او الاجاس مع لا كريم ديال الشكلاط. فاول حاجه غنبداو بها وهي لا كريم اونغليز. ففي كاسرونه فكندير الحليب ولا كريم وغادي نحطهم يسخنوا في زلافه. كندير صفار ديال البيض، السكر، وغنبدا كنحرك. فاش تسخن لي الحليب ولا كريم فغنبدا هكا كنزيدهم بشويه بشويه وانا كنحرك. غنرد كلشي لنفس الكاسرونه وعلى عافيه متوسطه وغنبدا نحرك حتى تبدا كتقال لي وتولي على هذا الشكل هكا. فما كتقالش بزاف بزاف كيف ما كتشوفوا معايا. فغنزيد الشكلاط الكحل وغادي نبدا نحرك. فغنقدروا نقولوا غاناش بكريم اونغليز، فكتجي بنينه اكثر من الغاناش العاديه. كنغطي عليها وكندخلها للثلاجه تبرد. البعويد او الاجاص كنقيه كنفرقوا على جوج، كنزولوا القلب الوسطاني، كنعصر عليه الحامض، كندير عليه شويه ديال السكر، عويدات ديال القرنفل، المذاق، الزبده، وغادي ندخلوا الفران. فمريره مريره نخرج داك البلاطو ديال من الفران ونبدا هكا نسقيه بداك السيرو اللي كيطلق الاجاص او البعويد. فحنا بالمغربيه كنقولوا البعويد. فكنردوا الفران يكمل الطياب ديالو. والكراش كل ما كتخليوها في الثلاجه اكثر كل ما كتجبر في راسها وكتجمد اكثر. المقادير كيف ما ديما غادي تلقاوها لتحت، ونلقاكم على خير والفيديو جديد ان شاء الله.